السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. بنسمع كتير قوي عن دبس الفلفل أو الفلفل الحلو المشوي أو هريسة الفلفل الحلوة. ليها أسامي كتير جدا وبتستخدم في تتبيلات حلوة قوي. تعالوا بينا سوا نعمل الوصفة دي النهاردة وهقولك تستخدميها في ايه. أول حاجة الفلفل الألوان في نوعين، الأحمر والأصفر. أنا النهاردة هستخدم الفلفل الأحمر ده. تمام. الطريقه بتاعته بسيطه وسهله جدا، بتديكي طعم حلو قوي في التتبيلات بتاعه الفراخ. بتديكي طعم حلو جدا في تتبيلات الفراخ والمشاوي في العموم، لان الهريسه دي او دبس الفلفل الحلو بيبقى طعمها زي الحاجات المشويه بالظبط. اول حاجه هستخدمها، هجيب حاجه ما بيكونش بيلزق فيها استانلس بقى، تيفال، جرانيت، زي ما انت حابه. تمام. حطيت معلقه واحده بس من الزيت ونزلت الفلفل بتاعي على الوش بتاعه. تمام. بعد ما باخد الفلفل بتاعي زي تشويحه كده، بحط له فحمه مطفيه يا جماعه، زيه زي الفراخ ما تستغربوش، وزي اللحمه. ده اللي بيديله التدخينه بتاعته اللي حلوه دي. طب ليه انا عملت كده؟ عشان نسويه ونقدر نشيل القشره الرفيعه خالص دي بعد ما التشويحه ديت بتحصل. انا هشيل بقى القشره الرفيعه دي كلها علشان يبقى طعمه. على فكره ده بيستخدم يعني ممكن كمان زي الديبنج كده، زي الغموس، التغميس بعيش محمص او بشيبسي، او بيتقدم كصلصه صلصه، نوع من انواع الصوصات. وممكن كمان تستخدميه في تتبيله الفراخ المشويه، تتبيله المندي. الحاجات دي كلها بيدي طعم حلو جدا في قلب التتبيل. ممكن احط هريسه فلفل عاديه، ممكن، بس الطريقه دي بتبقى مختلفه تماما. حطيت ملح وحطيت شويه بابريكا، وهبتدي بقى اضرب كل ده في الكبه بتاعتي. لو ما عندكيش تقدري تستخدمي الخلاط، لان هو مستوي مش هيبوظ لك الدنيا. وده بيكون شكله، ريحته ريحه الشوي، قريبه جدا من الباربيكيو، طعمه في منتهى الجمال. الوصفه دي بسيطه وسهله جدا، تقدري تستخدميها، بتبقى زي السحر في اكلات كتيره جدا عندك، ومحدش بيبقى عارف انت عاملاها ازاي. تمام. ده كده شكلها النهارده. وصفتنا كانت بسيطه وسهله جدا، تقدري تجربيها في قلب البيت. واكتبوا لي لو بتستفادوا حاجه واحده بس من الوصفات اللي انا بقولها لكم. متنسوش التعليقات ولايك للفيديو عشان اكبر كميه من الناس تستفيد منه. اشوفكم بخير في وصفه جديده من وصفاتي. كانت معاكم مرمر محمد من ميرو في المطبخ، كوين اوف ذا كيتشن. السلام عليكم ورحمه الله.